إذا السادة المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد أينما كنتم في هذا الفيديو. السي عبد اللطيف الجوهري يقوم بتخفيض سعر الفائدة، وهنا الإخوان كيخاص الناس تفهم أنه كاين فرق ما بين ليكونومي ديال الوراق وديال الشفوي وما بين شنو كاين في أرض الواقع. ما غاديش نتناقش في الموضوع ديال علاش خفض سعر الفائده وداك الكلام. الاخوان كتعرفوا داك الترويج اللي داك التطبيل لهاد القرارات، كتعرفوا بعض القنوات اللي خاص غير فوقاش يخرج القرار باش يخرجوا يدافعوا على هاد القرارات. يعني انا دائما كنقول لكم الاخوان ان البنك المركزي هادشي عالميا راه هو اللي كيدير الاقتصاد فين بغا، ولكن في المغرب وصلنا لواحد المرحله اللي البنك المركزي ولا كيتاخذ واحد القرارات اللي مرتبطه يعني كورليتد مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه. وكنشوف كذلك في خلال اخر كونفيرونس ديال السي عبد اللطيف الجوهري انه بدا كيضيف حتى بعض الدول ديال البريكس في القراءات ديالها فيما يخص المؤشر ديال البطاله وهي هذه المسائل بحال هكا. تكلم على روسيا، تكلم اللي هي روسيا، تكلم على الهند والصين. اذا هنا علامه استفهام، لماذا اصبحنا نركز على المعطيات لهذه الدول قبل ان نبدا في موضوع سعر الفائده؟ انا الاخوان كنت متوقع بان سعر الفائده غادي يتخفض، لان مع الاسف كنقولها واكررها انه ديك التبعيه للاتحاد الاوروبي ما عندها فين غدينا. فالمغرب عنده استقلاليه وعندنا ناس ديالنا اللي خدامين باش ان الدوله تمشي في الطريق الصحيح. اذا علاش السي عبد اللطيف الجوهري كيمشي على المنظومه ديال الاو سي بي؟ علاش غادي تقوم بواحد التبعيه البنك المركزي الاوروبي وتمشي معاهم في الكوبي كولي؟ الاخوان خصنا نكونوا فاهمين واحد النقطه. ربما الشباب اللي التحقوا بنا مؤخرا كنصحكم الله يجازيكم بخير، شوفوا دوك الفيديوهات اللي قبل باش تفهموني علاش كنهضر. انا الفيديوهات راه داير لهم واحد السيستم اللي شويه بحال واحد لونشينمون بيناتهم، يعني سيروا الفيديوهات القدام وفهموهم عاد غير يمكن لكم تستوعبوا شنو غادي نقول لكم في هذا الفيديو. ولكن كما كان الحال خصنا نكونوا عارفين بان سعر الفائده الاخوان التخفيض ديالو كيعني على ان الفلوس كيخصها تبقى تدور في البلاد صافي، والرفع ديالو كيعني على ان لانفلاسيون غتبدا كتقلص. دابا انا طرحت عليكم سؤال الاخوان، سؤال يعني اعتبروني انني انا اتكلم فقط من اجل الكلام. واش كيبان لكم بان الاسعار في بلادنا تقلصت؟ على العكس تماما، لا يوجد هنالك اي يعني قطاع الا والاسعار ما زالت ملتهبه. تكلمت في واحد الفيديو بان مع الاسف ذاك القطاع الغير مهيكل راه كيدير واحد ليمباكت مباشره على الاقتصاد. علاش؟ لان ما كاينش واحد النظام اللي كيراقب مصلحه المستهلك وكيراقب المستهلك في حد ذاته. هذاك الشيء علاش لانفلاسيون كنعانيو بها باسم الانفلاسيون، لكن في حقيقه الامر الريع هو اللي خلى الاسعار ترتفع. يمكن لكم تشوفوا الاخوان لا كونفيرونس ديال بنك المغرب، وحتى اللي ما غاديش يبغي يصدع راسو بديك لا كونفيرونس وغادي تعتبروا بان هذا الكلام غلط وان كلامي غير صحيح. وانا سبقت وقلت لكم الاخوان، قلت لكم الله يجازيكم بخير، فرقوا ما بين شنو كاين وشنو كيتقال وشنو في الواقع. الفيديو اللي تكلمت عليه البارح ديال الوحشيه الراسماليه هو الا بغيتي تفهم شنو كاين في البلاد، هو الوحيد اللي غادي يبين لك شنو كاين في البلاد. هذاك الفيديو هو اللي غيفهمك. كنتمنى منك الله يجازيك بخير الا كان عندك الوقت بطبيعه الحال شاهد ومشكور من هذا المنبر. ولكن اخوتي قبل ما غادي ندخلوا في التفاصيل، ملي كنقولوا تخفيض سعر الفائده، فوقاش كنخفض سعر الفائده علميا؟ حتى الناس اللي قاريين ليكونومي غير بواحد الشكل ثقافي، فوقاش كنخفض سعر الفائده؟ في حاله وحده، ملي لانفلاسيون نزل او لا دخلت في ديفلاسيون. كما كان الحال ما حدي هبط سعر الفائده
الا انا ما عنديش انفلاسيون في البلاد، او على الاقل بديت كنشوف ان ليستيماسيون او التوقعات تشير الى ان التضخم سيبدا بالهبوط. ولكن السي عبد اللطيف الجواهري الله يجازيك بخير شرح لينا، وكنتمنى ان الاستاذ المحترم في لي كونفيرونس ديالك الجايين تكلم بالدارجه المغربيه وخاطب المغاربه، لان المنصب ديالك واحد المنصب مهم بزاف، وسيرتو ان الشباب اليوم كيتقفوا وباغيين يعرفوا ومن حقهم يعرفوا. اذا خاطبهم بالدارجه المغربيه. واول سؤال غادي نطرحه عليك هو علاش التضخم في واحد الرقم والمعطيات اللي كتعطي انت في رقم اخر، وكذلك الا ما بغيتيش تجاوب بواحد الشكل مباشر قول لنا غير علاش الاوضاع في المغرب في اتجاه وداك الشيء اللي كتقول انت في اتجاه ثاني. هذه ماشي انتقاد، نحن نكيل الاحترام للاستاذ والسي عبد اللطيف الجوهري، يعني الاخوان ماشي اي محافظ بنك مركزي في العالم، يعني عنده واحد الوزن ثقيل، ولكن حنا عارفين شنو كاين، خصنا نعرفوا شنو الواقع، شنو الحاجه اللي حنا غفلات علينا او ما فاهمينهاش، وحنا راه غادي نبقاو تلاميذ ديال هذا الاستاذ ونكل له الاحترام. ولكن من حقنا نعرفوا لان هنالك بعض التساؤلات اللي هي غريبه. علاش انت غتخفض سعر الفائده وفي نفس الكونفيرونس كتوقع بان الاسعار غادي تعرف واحد اوغمونطاسيون بسيطه بالنسبه للمواد ديال الاستهلاك بغض النظر على شنو هي، وكذلك حتى الكاربيرون ولا المحروقات. اذا المحروقات في 2025 باش تكونوا عارفين الاخوان غادي يكون واحد الصعود طفيف، يعني راه كاين واحد البري اللي فيكس، وقلتها لكم بشحال هذه بالنسبه للناس اللي متابعين شحال هذه، بان راه الاسعار الاخوان اللي وصلنا ليها راه ما عمركم غادي تعاودوا تشوفوا ارقام قل منها. باش نكونوا واضحين، فينا هو ليسونس ب6 دراهم، وفينا هو المازوت ب7 دراهم اللي كان، وفينا هو ليسونس ب8 دراهم، وفينا هو ليسونس ب10 دراهم. سكيفي المغاربه بحثوا واعتبروني انني غلط، وانا تلميذ ديالكم واتعلم منكم، ولكن الله يجازيكم بخير فهموا لي علاش لي بري اللي كدوز ما كنعاودوش نشوفوها. وهنا الاخوان اللي بغى يفهم خصو يعرف المنظومه العالميه وميريكان اشنو دايره في العالم. الموضوع كبر من السي عبد اللطيف الجوهري، داكور، موضوع في لاشيل انترناسيونال. اذا تخفيض سعر الفائده بالنسبه للبنك المركزي كيتعتبر واحد القرار باش انه يحرك شويه الناوره. ولكن السي عبد اللطيف، واش انت بغيتي تخفض سعر الفائده وغادي نهضر معاك بلغه ديال رجال البنوك ولا رجال اسواق المال، المهم راك غتفهمني شنو بغيت نقول لك. اشنو غادي دير مع داك الفولت كاش صافي اللي النسبه المئويه ديالو ما معروفاش في المغرب، والبنوك اللي غادي تبدا تسيركولي الكاش وغادي نبداو ندخلوا في المنظومه ديال باش نخلقوا الماني سوبلاي. اذا ملي كتخفض سعر الفائده راك اوتوماتيكمون كتخلق الماني سوبلاي، يعني راك كتساهم في الخلق ديال الفلوس في ليكونومي، وانت في نفس الوقت كتاخذ واحد لي بريفيزيون على باز ديال ديك 0.25 اللي نقصي في 2025 بان الاسعار غادي تطلع شويه. والتوقعات الدوليه اللي بطبيعه الحال الاخوان السي عبد اللطيف راه كان حط بزاف ديال التوقعات في لي كونفيرونس ديالو اللي ما كانتش 100% صحيحه، ولكن كانت قريبه نحو يعني كانت تقدروا تقولوا يعني موفقه. ولكن المحافظ ديال البنك المركزي كيخصو ياخذ بعين الاعتبار التلاعبات السياسيه ديال الولايات المتحده الامريكيه في العالم، وكذلك المرور من مرحله الى مرحله بخلق ازمه او كارثه او حتى ما يعادلها من الازمات السياسيه. انا قلت لكم الاخوان وغادي تذكروا هذه الهضره، والله ما تشوفوا التخفيض ديال سعر الفائده في الولايات المتحده الامريكيه الا من بعد ما يكون هنالك كارثه. وباش نكونوا واضحين، عندنا الاخوان واحد لا فورشات ما بين 0.25 0.50، يعني تقدر تقول ما بين 5.25 حتى ل 5.50. هذا الهبوط المرن كيتسمى في النظام البنكي، ماشي شي حاجه اللي ما تقولش غتشوفوا تخفيض سعر الفائده وتقولوا تخفضت سعر الفائده وما كاين والو دونك مزيانه الامور. لا،
هو راه حط لك النيفو، ولكن فاش غادي يبدا كيديكليني حتى نشوفوا بعض الحوايج. هاد الكوارث اللي ممكن توقع الاخوان غادي تزامن حتى مع الانتخابات الامريكيه، وكنظن انه دونالد ترامب ربما يقدر يتزامن الصعود ديالو او لا شي حاجه توقع ليه مع الحوايج اللي غيتم تخفيض فيها سعر الفائده. المهم البنك المركزي المغربي بقياده الاستاذ المحترم السي عبد اللطيف انه خصو يكون واخد بعين الاعتبار ان تخفيض سعر الفائده حاليا كيتعتبر واحد القرار متسرع، قرار متسرع. علاش؟ لان حنا مازال في واحد المرحله اللي ما تعافيناش اقتصاديا، وكما كنت سبقت واشرت انني اعتقد مجرد واحد الاعتقاد انه المغرب يعاني من ركود تضخمي. اذا السي عبد اللطيف خاصك تعرف بان العلاج ديال الركود وانت ادرى ما كيتمش بهذه الطريقه ديال التخفيض ديال سعر الفائده، لان ملي غتخفض سعر الفائده الماني سوبلاي غادي يبدا كيكثر مره اخرى، ولكن راه في نفس الوقت الاسعار غادي تزيد تطلع. دونك التخفيض ديال سعر الفائده السي عبد اللطيف كان خاصو يكون مع قرار ديال الولايات المتحده الامريكيه في واحد التوقيت اللي كما قلت حسب تقدر تسميها انت نظريه مؤامره، تقدر تسميوها اللي بغيتو، ولكن مع التزامن ديال الحدث الكبير اللي كيسينوه الناس في الله اعلم شهر 9 مثلا ولا شي حاجه بحال هكا. المهم دونك نكونوا واضحين الشباب في الموضوع ديال ما هو براغماتي، ما هو مؤامراتي، وما هو واقعي. التخفيض كان بالنسبه لي قرار متسرع، سيرتو ان الانفلاسيون مازال في البلاد والارقام اللي كتعطى ما عندها حتى شي علاقه بالواقع، ولا بد من ان البنك المركزي يتحرك باش يشوف شنو السبب اللي خلى ان الناس مازال كتشكى. دونك السي عبد اللطيف خصو يعرف بان الاشكال اللي كاين ماشي هو انه الفلوس ما كايناش باش تدخل تخفض سعر الفائده لا، الاشكال هو ان الاسعار اللي طالعه بزاف، كيف خاص يكون واحد المتابعه لذاك القطاع الغير مهيكل، ويتم يعني التنظيم ديالو بواحد الشكل، بواحد الاطار قانوني، وكذلك تراقب الفلوس اللي كتسيركولي في هذا القطاع باش هكا ما يكونش عندنا مشكل في الارتفاع ديال الاسعار. كذلك كاين بعض الامور اللي هي بسيطه بحال المواد الغذائيه، انه يتم واحد العقوبات زجريه لكل من يتوسط فهاد تقدر تسميها في قطاع التجزئه كامل، يعني الوساطه في قطاع التجزئه كنظن انه خاص يكون واحد النوع من العقوبات الصارمه في حق هاد يعني المتسلطين على هذا المجال هذا. يعني هنالك وساطات اللي هي اللي كتسبب في المشاكل المواطنين. اما القضيه ديال سعر الفائده من الناحيه الماليه فانا لا اعتقد ان هذا هو الحل، وممكن ان الايام القادمه ربما المغاربه غادي يبداو يلاحظوا انه الاسعار غتبدا تطلع مره اخرى. علاش؟ لان الاخوان كما قلت لكم هذا الشيء راه ما كنقول لكم شي حاجه ديال الاسرار ولا شي حاجه ديال الواو، ولا ربما شي واحد كاين بعض الاخوان تيقولوا لي لا ما تبقاش تقول هذا الكلام استاذ، هذا الشيء راه عارفو السي عبد اللطيف، وهذا الشيء راه كاين في الانترنت، يعني المنظومه البنكيه راه كلشي كيعرفها. اللي بغى يقرا على المنظومه البنكيه كيفاش كتخلق الماني سوبلاي، كيفاش كيتخلق في الايكونومي، مع هذه الا ما كانوش الناس باغينهم يوعوا صافي، راه كلشي راه كاين معلومه لا ديسبوزيسيون، سي حاجه دي سيكري ولا شي حاجه اللي كونفيدونسيال حتى لديك الدرجه اللي ربما بالعكس ما كاينش اليوم شي حاجه كتخبى، على العكس اليوم كلشي واضح، اليوم كلشي تمام التمام. التخفيض ديال سعر الفائده كيعني المزيد من الماني سوبلاي في وسط الاقتصاد، مما يعني الارتفاع ديال الاسعار. نقطه الى السطر، وها الفيديو سجلوا عندكم وغتشوفوا شنو غيطرا باش نكون واضحين الاخوان. البنك المركزي المغربي تسرع في قرار تخفيض سعر الفائده، وكنتمنى ان السي عبد اللطيف يخلي يعينوا على الاقل على كما كيتسمى داك الهبوط المرن، باش مره اخرى حتى الا كان لا قدر الله شي حاجه نرجعوا ل 3%. مي لو سيبل ديالك في الانفلاسيون السي عبد اللطيف راه داكشي اللي كتحسب بالشيفر اللي عندك داخل المنظومه الرقميه، ولكن الا بغيتي تعرف الانفلاسيون الحقيقي هو خاصك تمشي لذاك القطاع الغير مهيكل، وغادي يبان لك الفضايح، وغادي يبان لك واحد الانفلاسيون في واحد الارقام مبالغ فيها. اذا هنا
اتساءل مع السي عبد اللطيف واش كاين عندك شي حل لمراقبه هذا القطاع، لانه اصبحت مؤمنا بان هذا القطاع السبب في خراب المواطنين. فانا افضل انه يكون هنالك واحد المراقبه وفرض كذلك واحد النوع من الضرائب، بدلا من فقط الاهتمام بالجانب ديال واحد الكوطي رقمي اللي فيه لي شيفر ومعطيات ديال داك الشيء اللي باين، وفي الكوطي الاخر ما تقدرش تعرفه. وهنا كنطرح واحد السؤال على بنك المغرب، واش كتعرف شحال عندك ديال الكاش اللي كيسيركولي؟ ما تعطينيش لي بريفيزيون كنقول لك شنو كاين، وحتى الا كان واحد الارقام تقريبيه شنو الحل باش انه داك الرقم ديال الكاش على الاقل نهار اللي نبغي ندير واحد الحل من اجل التخفيض ديال التضخم يكون عندي باين. سينو غادي نبقاو غاديين في واحد الطريق تخفض سعر الفائده وتطلع سعر الفائده، تهبط سعر الفائده طلع سعر الفائده، ولا حياه لمن تنادي. علاش؟ لان هذيك الارقام اللي انت كتحط في واد والارقام الحقيقيه واللي كنعاود ناكد للسي عبد اللطيف الجوهري بان القطاع الغير مهيكل راه هو السبب ديال اليوم اللي خلانا نوصلوا لهذه المرحله ديال الانفلاسيون. دونك راقب، وكذلك خاص يكون واحد التنسيق ما بين الحكومه وبنك المغرب باش نتجهوا للطريق الصحيح في المحاربه ديال التضخم باي شكل من الاشكال. لان هذيك الارقام السي عبد اللطيف اللي كتعطي 2% انت مسيب ليها ماشي هذيك هي الحقيقه. اذا الارقام انت بنيتيها على واحد المعطيات، ولكن المعطيات كما قلت في القطاع الغير مهيكل لو كان تعرفوا ربما يقدر يكون عندك واحد لو كالكول اخر، وبيان يكون عندك واحد ليتود اخرى اللي تقدر تبازي عليها هاد لي زانفورماسيون مون كونط صحه التعبير. كيف ما كان الحال الاخوان، بالنسبه للناس اللي كيسالوني على يعني شنو تقال وشنو اش غادي نقول لكم اخوان، سمحوا لي انا نقرا لكم هنا. يعني كيهضر على الكابيرون لوبريفيون بان غادي يكون واحد في ماي يعني ترتفع بواحد النسبه ديال 7%. كاينه واحد لا بروبابيليتي 2025 ربما تقدر توصل 1% ولا 1%. مي هذوك دي بريفيزيون وانا كنعاود ناكد لكم وانتم غتشوفوا بان التخفيض ديال سعر الفائده غادي يخلق واحد نوعا ما واحد الماني سوبلاي اللي من بعد داك الشيء اللي كيتخرج في هذا الماني سوبلاي مهم باش نكونوا عارفين شنو كنقولوا، غادي يبقى يخرج لك القطاع الغير مهيكل وشي مداسي. دونك السي عبد اللطيف اوليو باش انك تخفض سعر الفائده حاول تلقى حل لهذا السيكتور، لان الا لقيتي حل لهذا السيكتور المعطيات اللي غتكون عندك غتكون معطيات صحيحه، وكذلك التعامل معها غادي يكون تعامل صحيح. بالمناسبه الاخوان انا ماشي كنكذب المعطيات ديال السي عبد اللطيف اولا كنشكوا فيها، خصكم تفرقوا ما بين انني كنقول لكم ان المعطيات فيها واحد الخطا وما بين اننا نكذب الاستاذ. بالعكس هذيك لي كالكول اللي دار كتبقى كما قلت لكم على واحد لا باز ديال على واحد المعلومات اللي هي ماشي هي 100% شنو كاين في ليكونومي كامله. مي بون حتى هادشي اللي كنقول كيبقى وجهه نظر، وكنشكروا السي عبد اللطيف الجوهري على جميع المجهودات، ولكن كيبقى بطبيعه الحال الانتقاد البناء واحد الحق اللي ممكن نناقشوا فيه، وكذلك الا كان شي بعض الاخطاء ممكن تصحوا عليه حتى نتوما. والسميح ربما الا كانت شي معلومات اللي انا ما فاهمهاش وتكلمت عليها وواحد كانت بشكل غلط فسمحوا لي، وكنتمنى منكم يعني تضيفوا حتى نتوما المعلومات ديالكم ونبقاو يعني نتكلموا في لوجيك شي حوايج اللي باينه. ماشي مع بعض الاخوان تيحملوا المسؤوليه الجهات ما عندها حتى شي علاقه بهذا الشيء الاقتصادي. دونك ملي كنهضروا على ليكونومي ونهضروا على الاسعار طالعه ونهضروا على البطاله وكنهضروا على البنك المركزي الاخوان اوتوماتيكمون صافي يعني الاختيار ديال البنك المركزي لبعض القرارات ولا حتى ربما الشخص بنفسه كياخذ الدوله الى مسار ثاني. داكور باش نكونوا واضحين يعني ماشي اي حاجه خصنا نوضوا نتعمقوا فيها وندخلوا في كلام ما عنده حتى معنى، وكل ريسبونسابل خصنا نوجهوا له رساله. دونك الاخوان القضيه اليوم ديال تخفيض سعر الفائده قرار متسرع من السيد عبد اللطيف الجوهري، وكنظن انه غادي ربما يساهم في الرفع ديال التضخم. هذا هو المغزى من هذا الفيديو.
كنشكركم على حسن المتابعه، تحياتي لكم والى اللقاء.